السلام عليكم. وصفتنا النهاردة الفراخ المشوية. ازاي تعملي لها تتبيلة تخليها جوسي وطرية ولحمها دايب دوب كده، وفي نفس الوقت اللحم ما يطلعش ناشف، وفي نفس الوقت برضو ما تركينيهاش في التتبيلة فترة طويلة. يلا نبتدي، بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نبتدي اول حاجة يا بنات بالتتبيلة. معايا بصلة متوسطة وكمان قرن فلفل، يعني احمر اخضر زي ما انتي حابه المتوفر عندك. معايا 3 معالق من الزبادي، تمام. وكمان معايا معلقتين صغيرين كده من الكاتشب او بديلها بقى الصلصه. وكمان هنحط نص ليمونه، نعصر نص ليمونه كده. كل ده في الخلاط. هنحط معلقتين كبار من الزيت. هنبتدي نضرب كده. انا ما حطيتش ميه خالص، شايفين اهو. شايفين لونها عامل ازاي؟ طبعا احنا لسه ما حطيناش اي توابل. هنحط الملح، الفلفل الاسود، 7 بهارات نص معلقة، رشة من الكاري، رشة من الكركم، معلقة صغيرة خالص، نص معلقة صغيرة من البابريكا. ممكن نحط جنزبيل، ممكن نحط بهارات فراخ المتوفر عندك. شايفين التتبيلة بقت بصوا خطيرة. طبعا معايا الفراخ مقطعاها وعاملة فيها طبعا فتحات. ده الصدر يا بنات، فتحاه من الظهر كده زي ما بتفتحي السمكة سنجاري. طبعا علشان تستوي مع الورك بيستوي قبل الصدر. فطبعا عملت فتحات من فوق، وكمان فتحتها كده زي السمكة السنجاري. وهبتدي اتبلها واحدة واحدة كده. عايزة اقول لكم التتبيلة ماسكة عليها، وكمان التتبيلة خدت الفرخة كاملة، يعني مش هيتبقى تتبيلة يعني زيادة ولا حاجة، ولا هنرمي حاجة. هنبتدي كده نرصها واحدة واحدة زي ما انتوا شفتوني انا بتبلها ازاي. هنعملها بقى بالاسترتش، وهنشيلها في التلاجة. انا سبتها في التلاجة حوالي يعني نص ساعة لاني كنت مستعجلة عليها. بس طبعا يا بنات لو اتسابت اكتر هتكون يعني طعم احلى واحلى كده. التتبيلة السايلة دي هي لا منها مية خالص ولا منها ماسكة ولا فيها تفل بصل ولا اي حاجة خالص. انا عملتها يعني ماسكة نفسها. هبتدي اجيب صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، وهبتدي ارص الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. التتبيلة طبعا يا بنات اللي نزلت منها هبتدي ارصها كده على الوش. واحنا حطينا معلقتين من الزيت في التتبيلة بتاعتنا، فاحنا مش محتاجين نرش عليها زيت. هغطيها بالفويل، او لو مش حابة براحتك. انا حطيت حوالي نص كوباية مية وغطيتها بالفويل وحطيتها في فرن درجة حرارة 240، وبعد كده اديت لها وش على الشواية. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظلماها. طعمها يا بنات خطير جدا. زي ما قلت لكم الصدر انا فاتحاه من الظهر كده علشان يستوي كله سوا واحد، ما بقاش فيه تكتلات، ما احسش ان هو مش مستوي. قدمتها في الاخر. ممكن نعملها بقى مع سلطات طحينه، مع سلطه خضراء او مكرونه او رز بسمتي او رز مصري. جربوها يا بنات، خطيره جدا وطعمها خطير وتحفه. وكمان الفراخ لحمها نفسه دايب دوب. اتمنى تكون عجبتكم. متنسيش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.